حنا كبشر كنقضيو تقريبا 25 عام من حياتنا وحنا ناعسين، يعني تولوت ديال عمرنا كامل. واش عمرك سولتي راسك ملي كترمي راسك على المخدة واش انا ناعس صحيح ولا غلط؟ واش هاد النعسة غادي تريحني ولا غادي تعذبني؟ النعاس ماشي غير راحة، هو وقيته ديال الصيانة الشاملة للجسم. الدماغ كينقي راسو والقلب والمعدة كيرتاحوا. نبداو بالنعاس على الظهر أو وضعية الجندي. هاد الوضعية مفضلة عند بزاف ديال الناس، حيت كتفرق الوزن ديال الجسم كامل بالتساوي وكتنقص الضغط على الكتاف والحوض. والميزة ديالها أنها كتحمي الوجه من التجاعيد وحب الشباب، حيت ما كيقيش المخدة اللي يقدر يكون التوب ديالها حرش أو فيه ميكروبات. ومفيدة بزاف للرضع اللي قل من عام باش تحميهم من خطر الاختناق. ولكن رد البال، النعاس على الظهر عنده عيوب. أولها هو الشخير وانقطاع التنفس، حيث الجاذبية كتجر اللسان والأنسجة ديال الحلق للور وكتسد مجرى التنفس، وكيزيد من آلام أسفل الظهر بسبب الفراغ اللي كيبقى بين الفقرات القطنية والماطرلة. وباش تحل هذا المشكل خاصك دير مخيدة صغيرة تحت رقبتك ومخيدة صغيرة أخرى تحت ركابيك باش تحافظ على الانحناء الطبيعي ديال الظهر. ندوزو دابا للنعاس على الجنب، وهي الوضعية اللي كيفضلوها 60% ديال الناس. هاد الوضعية هي الأحسن للدماغ، حيث كتعاونو يغسل راسو مزيان من السموم والبروتينات اللي كتسبب مرض ألزهايمر والخرف عن طريق واحد النظام سميتو الجلي مفاوي اللي كيخدم بأقصى طاقته وحنا ناعسين. وباش تكون نعستك مثالية خاصك دير مخدة بين ركابيك باش العمود الفقري يبقى مقاد. ولكن واش نعسو على اليمين ولا اليسار؟ إلا نعستي على اليسار، هادشي كيعاون الناس اللي كيعانيو من الحرقة ديال المعدة أو ارتجاع المريء، حيث المعدة كتكون في مستوى هابط على المريء والحمض كيبقى لتحت بفضل الجاذبية. ومزيانة حتى المرأة الحاملة في الشهور الأخرى، حيث كتحيد الضغط على الوريد الأجوف السفلي وكيخلي الدم يدوز مزيان للقلب والجنين. أما إلا نعستي على اليمين فهذه هي الراحة ديال القلب. القلب ديالنا جاي شوية لليسار، وملي كتنعس على اليمين كتعطيه مساحة أكبر وكينقص الضغط عليه ودقات القلب كتهدى. دراسة دارتها جامعة في اليابان بينات أن مرضى القلب كيرتاحوا على اليمين، حيث كيرخي الجهاز العصبي السمباتاوي اللي كيدير التوتر وكينشط الجهاز الباراسمباتاوي اللي كيجيب الراحة. وطبعا ما نساوش أنها هي السنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام اللي وصانا نبداو نعاسنا على الشق الأيمن. وأخيرا النعاس على الكرش أو البطن، هذه هي أسوأ وأخيب وضعية ممكنة وكيستعملوها غير 7% ديال الناس، حيث كتضطر تدور عنقك 90 درجة باش تنفس، وهذا الشيء كيدير ضغط كبير على الفقرات العنقية والأعصاب. والجاذبية كتسطح العمود الفقري وكتجر البطن لتحت، مما كيسبب آلام أسفل الظهر. زيد عليها أنك كتضغط على الصدر والرئة وكتقلل كمية الأكسجين اللي كتدخل للجسم. الأطباء كيحذروا منها، وإلا كنت مبلي بها على الأقل دير مخدة رقيقة تحت الحوض ديالك وحيد المخدة ديال الراس. كل واحد فينا خاصو يلقى الوضعية اللي كتريح جسمه باش تصحى فايق وناشط. كنتمنى نكون خففت عليكم. بقوا على خير وأحلام سعيدة ومريحة مع ثقافة في المخدة.